ولسه مكملين معاكم مع كينج اوف ارب بوب سوبر ستار مصطفى قمر. طيب مصطفى، لو دلوقتي بعيدنا شويه بقى عن مصطفى الفنان وسالتك انت كذوقك الشخصي، مين بتسمع له من الشباب؟ مين بتحبوا شعراء وملحنين ولاد؟ وفي الممثلين مين مثلت معاه عايز تمثل معاه تاني؟ ومين لسه يعني حابب انك تجربه واحده عشان يلا المغنيين الاول الشباب. المغنيين اللي بحب اسمعهم من الجيل الجديد، انا صديقي بعتبره اخويا الصغير على فكره. هو انا يعني احنا اصحاب من زمان، يعني كنا بنقعد نغني مع بعض كتير جدا. محمد حماقي من الناس اللي انا بحبهم جدا، واحنا على المستوى الشخصي يعني احنا اخوات مش اصدقاء، يعني احنا اخوات مش اصدقاء. انا اصلي عايز اقول لك يعني دايما انا يعني ما ينفعش تفصلي بين شخصية الفنان وفنه، لازم الاثنين يكونوا على نفس المستوى. طبعا انا ما بقدرش احتفظ بصداقة غير لما تبقى المستوى الانساني عالي، يعني هو مش عارف حد كده، لا عشان هو بني ادم كويس. فانا ده يعني من الناس الكويسة جدا. في معانا اتفضل. كنت عايز ملحنين في طبعا محمد النادي، مش عشان انا اول واحد لحن يعني وانا اللي اكتشفت. لا والله. رامي كمان من اول الناس اللي لحن لهم كان انا. رامي جمال كمان. دول الاثنين ملحنين دول. وعلى فكره علاماتهم المميزه في الحانهم معايا، يعني ممكن اقول لك يعني عايز يعني هي حتى دي من اخر حاجه، هي دي محمد النادي. بسلم عليك مثلا طبعا. رامي يعني في يعني عملنا مع بعض شغل كويس جدا يعني. طيب لو قلنا ممثلين تقصدي جدد يعني؟ جدد او انت اشتغلت معاهم؟ ممثلين يعني اشتغلت معاهم. والله بصي الممثلين اللي هي تجارب كتير جدا يعني ادوارد من الناس يعني ادوارد يعتبر اخ ليا، بحبه جدا، وعلى المستوى الفني بنعمل مع بعض شغل حلو قوي. في واحد كمان اشتغلت معاه زمان جدا، هو اخويا برضه بموت فيه، بس لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه من ساعه فيلم الحب الاول. هاني رمزي. يعني انا بتوقع ان احنا لو عملنا حاجه مع بعض هيبقى هتكسر الدنيا طبعا. ناس كتير جدا بقى يعني، طبعا اساتذه بقى طبعا كتير 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 يعني ما تعديش. استاذ حسن حسني ابويا، استاذ لطفي لبيب اخويا الكبير، مش هقول لك ابويا. ناس كتير جدا يعني، مش عايز يعني انسى حد واتكلم عن حد. طلعت زكريا طبعا من الناس اللي عملوا معايا في حريم كريم. كان عامل دور حلو قوي لغايه النهارده. حتى طلعت يقول لك قال لي الكلام ده، قال لي انت الوحيد بقى دلوقتي اللي انا اجي اعمل معاك فيلم دور تاني يعني. قلت له طلعت طبعا ده انا اتشرف بيك يعني. وفي ناس كتير جدا جدا يعني، مش عايز امسح حد، بس انا عايز اقول لك يعني الوسط السينمائي مليان، في ناس موهوبين كتير جدا جدا. طب معانا اتصال تليفوني. الو ممكن اكلم استاذ مصطفى معاك، اتفضل. اهلا، ازيك يا استاذ مصطفى؟ منور رحاب FM. اهلا وسهلا، ربنا يخليك. انا تامر ربطي مصطفى قمر كافيه مودريشن. اهلا وسهلا. انتوا عاملين شغل كويس جدا، انتوا هايلين. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليكوا ليه. احنا عايزين نبقى نشوف حضرتك قريب في حفلات والكلام ده يا استاذ مصطفى. انتوا مستعجلين على الحفلات دلوقتي خلاص. خلي بالك دلوقتي انا مش عارف حالة البلد هتستحمل التأمين في الموضوع ده. نعمل المستحيل عشان نشوف استاذ مصطفى ان شاء تاني ونجمع زي زمان. ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله. قريب. اخبار الالبوم الجديد يا استاذ مصطفى؟ والله جهزت مجموعة اغاني من الالبوم الجديد ولسه خلي بالك احنا دلوقتي اصل يعني الفن بيرتبط بالحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد. الحالة السياسية بتاعتنا دلوقتي متجهة ناحية الوطنية. الله اكبر الله اكبر. يعني شفت كلامي صح ازاي؟ الاذان جنبك اهو، شفت. فانا بقول لك الحالة دلوقتي، الناس دلوقتي نفسها تحس بالبلد، عايزة اغاني عن البلد، عايزة اغاني عن الوطن العربي، عايزة اغاني بشكل تاني. انا بتالي يعني دلوقتي الحب اللي هو الشخصي او الفردي ممكن الناس دلوقتي ما تتأثرش بيه. يعني الناس اهم عندها ان هي تشتغل وتاكل وتشرب. انا بتهيألي يعني. فدلوقتي اللي احنا فيه
محتاج مننا ان احنا نشتغل بالظبط. وبعدين على فكره يعني احنا ممكن نعمل حاجات كتير جدا دلوقتي نفيد بيها بلدنا قبل ما نعمل الاغاني. يعني في حاجات كتير جدا انا حبيت وفكرت فيها وكلمت مع ناس يعني، وربنا وفقني. بس مش هقدر اعلن دلوقتي عن الكلام ده، لان اي حاجه بقولها طبعا بتتاخد عليا ان انا خلاص. بس في مشروع ما اجتماعي انساني هعمله لصالح بلدي، يعني حاجه كويسه جدا. لا احنا لازم نعرف الموضوع ده يعني يبقى اكسكلوسيف حصريا بقى عندي ان شاء الله. بص اصل هو لسه دلوقتي في محط ان هو بتعمل له دراسه، فانا يعني مستني بس دراسه الجدوى تخلص واعرضها على المجلس العسكري وكده. موضوع يعني موضوع كبير. عايز امكانيات كبيره، يعني الموضوع مش صغير. على خير ان شاء الله. ميرسي يا تامر قوي اتصالك. شكرا جزيلا، وبشكر الحاج اف ام ان هي بتمتعنا على طول بتجيب لنا النجوم الكبار زي الاستاذ. الله يخليك. ميرسي ليك. ميرسي ليك يا تامر. ميرسي على اتصالك. ميرسي على اتصالك. يمكن مصطفى انت قلت في احد المقابلات التلفزيونيه او الانترفيوهات بتاعتك ان السينما هي اللي بتخلد المطرب واغانيه. طبعا بدايه طبعا من فيلم البطل مع الفنان الراحل العظيم احمد زكي الله يرحمه، نهايه بما فيش فايده. هل انت شايف خلال الفتره دي كلها ان انت قدرت فعلا توضح وجهه نظرك او اللي انت عايز توصله من خلال الافلام؟ انت شايف ايه؟ انا شايفه هقول انا لما بقعد في البيت بالبيجامه كلمات بجد واقلب في القنوات كده، بلاقي لي فيلم على المحطه دي، فيلم تاني على المحطه دي، والاغاني كمان معلمه يعني خدت بالك؟ هو ده التاريخ اللي انا بقول لك عليه. لو الافلام دي مش بس كده، لو الافلام دي دون المستوى هيبقى تاريخ سيء طبعا. اكيد. لو الافلام دي انا عملت فيها مجهود، حرصت انها تبقى تاريخ بجد في حياتي، يعني افتخر بيها انا واولادي يفتخروا بان انا قدمت لهم الحاجات زي ديت، والجمهور بتاعي اللي طلعني. فانا شايف ان انا بحرص دايما ان انا ببص لبكره ان انا عايز اسيب تاريخ مشرف. فالحمد لله انا حققت وجهة نظري اللي قلتها من 10 سنين. من 10 سنين انا كنت لو جبت لي، لو دخلت على الانترنت ودخلت على حواراتي في كل الجرايد والمجلات، هتلاقيني بقول السينما تاريخ لحياة المطرب واغانيه. بتكلم طبعا واغانيه. كانوا بيسمعوا مني الكلام ده كأنها جملة محفوظة، يعني كأنها جملة بتتقال كده. لا طبعا، دلوقتي فعلا انت بتلاقي ان الافلام اللي بتتعرض مثلا زي اصحاب ولا بيزنس، زي حريم كريم، زي حبك نار، لا كتير يعني هتلاقي فيه يعني الفيلم باغانيه، هتحس ان في الاغنيه خلاص هو ثابت كمان في ذكريات انت بنيتها مع الافلام. زي بالظبط انا اتعلمت ده بصراحه من الجيل اللي قبلي. يعني انا الفكره دي ما كانتش فكره، يعني انا شفتها في عبد الحليم حافظ، ان انا لقيت ان الاغاني اللي بقعد اندنها هي الاغاني اللي موجوده في الافلام اكتر. صح. لما بيجي فيلم مثلا زي الخطايا بقى بقعد اتفرج عليه، خد بالك، بحب محمد فوزي مثلا بقعد اتفرج على افلامه جدا وخفه دمه. فحسيت ان السينما المطربين بتوع زمان دول كانوا دماغهم يعني كبيره جدا، بيفكروا كويس جدا، على الرغم ان الامكانيات في الوقت ده كانت اقل من هنا بكتير، اقل مننا بكتير. احنا عندنا حاجات كتير قوي، بس دلوقتي بقى الاختيار اصعب. طب ايه الفيلم اللي انت حاسس انه قريب منك او بيمثل جزء من شخصية مصطفى قمر او حياته الشخصية؟ حياتي الشخصية جزء او كل يعني؟ لا طبعا انا حريم كريم. هقول لك الدكتور عمر المجنون ده من بلد كان من لا بصي انا بلعب الشخصية بعيدا عن مصطفى. يمكن لو عايزه تقولي كده يعني يمكن فيلم الحب الاول، يعني هو ده البداية الشخصية اللي هي اللي عارفة اللي هو بس خلي بالك الشخصية دي ما بقتش موجودة دلوقتي في مجتمعنا. كان زمان احنا كان ايام الجامعة مثلا يجي واحد صاحبي يحكي لي يا انا بحب مثلا فلانة وانا بس مش قادر اكلمها، يفضل يحب فيها 3-4 سنين من غير ما يكلمها ومن غير ما يقول لها. دلوقتي الموضوع مختلف. لو واحد بيحب واحد بيروح يقول لها انا بحبك وعايز اتجوزك دلوقتي، وهي اللي بتروح اصلا تقول اختلف ازاي. بس انا عايز اقول لك بنسميه ايه، هو حاجه زي الكسوف يعني في المشاعر. ده الخجل بتاع المشاعر ده عايز اقول لك جميل، بس ما عادش موجود، او موجود بس مش كتير، يعني بتلاقيه موجود قليل جدا جدا.
يعني انت معاه ولا ضده؟ يعني واحد معاه، يعني واحد مثلا اقول لك انا بحب فلانه، لا انا مع اروح اقول لها انا مع البنت اللي بتتكسف، انا مش مع البنت الجريئه. لا انا مع الولد بقى، انا بتكلم في الولد. الولد انا مع الواد لا معلش، واد بقى مثلا داخل كده انا بحبك. لا برضه بص، هي ليها شقين يعني، ده على حسب الشخصيه. بس انا بكلمك، انا بفضل ايه؟ انا بفضل ان لا الدخله تكون يعني واحده مره، ويتكلموا شويه تاني يوم مش يعني. انما انا بيتهيألي ان الحاجه زي ما بيقولوا اي حاجه بتيجي بسرعه بتروح بسرعه كمان. اتفضل يا ساره. طيب لو دلوقتي انا حابه اتكلم عن فيلم اصحاب ولا بزنس، بتشوفي مصطفى انه البزنس لو دخل في الصداقه ممكن يفسد العلاقه تماما، ولا بالعكس ممكن عشان يكونوا اصدقاء بيحبوا بعض يكملوا بعض؟ يعني بتشوفي الموضوع ده ازاي؟ بصي يعني النسبه الكبيره ان البيزنس بيبوظ العلاقات، الاخوه اصلا مش الصداقه كمان، دي النسبه الكبيره. لكن مش معنى كده ان ان الاخوات ما يعملوش مع بعض بيزنس، ان الاصحاب ما يعملوش مع بعض بيزنس، لا النسبه الصغيره دي هي دي الصح. مش معنى ان في نسبه كبيره، لا النسبه الصغيره هي اللي صح. المفروض الناس لما تعمل مع بعض بيزنس سواء اخوات او اصدقاء يبقى في نيه طيبه الاول يعني موجوده، فده بيخلي النجاح موجود طول الوقت. اوقات ممكن يدي الغيره بقى ما هي دي ساعتها بقى ده كده خلاص، ده بقينا في حته ثانيه خالص. طبعا. طب احنا معانا تليفون. الو. ايوه هاي مين معانا؟ الو ولا هاي؟ طبعا ده ابو كيفك؟ ابو شادن مساء الفل عليك يا ابو شادن. يا اهلا، ازيك يا جميل؟ مساء النور والاحساس والطيبه. ربنا الله على الكلام الجميل. تسلم لي وانت اجمل حبيبي. ربنا يخليك. ابو شادن تحب تسال السوبر ستار مصطفى عمر ايه؟ جلسة حلوة حقيقة، بدي أقول يعني ميالك يا مصطفى عمر حقيقة، مع إنسانة في الحوار سارة، عن جد أنا بتابع كل شوي. أنا يمكن أول مرة بتابع، أنا على طول موجود بالشات، تابعتها فعلا يعني جميلة جدا. لا عايزك تتابع بقى الحب اف ام جميلة سارة، يعني نتمنى إنك على طول كذا نشوفك عن جد يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو شادن، شكرا. ميرسي ليك يا ابو شادن. ميرسي لسارك يا ابو شادن. لا ساره خلاص كده بقى، انت كده خلاص يعني. طب يا نسمة ازيك عامله ايه؟ ساره ركبت البنك. طيب نروح دلوقتي مع اغنيه اصحاب ولا بزنس للنجم. طب احنا معلش معانا تليفون. الو. عليكم السلام. معاك استاذ مصطفى. معايا الأستاذ مصطفى. ايوه الو. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. طارق وطي التلفزيون يا طارق واسمعنا من التليفون. اوطي التلفزيون واسمعك وانت او وطي التليفون واسمعنا من التلفزيون زي ما تحب. ممكن ما تسمعناش خالص. انت جواك بقى. طارق. طب هو تقريبا اتصال اتقطع معايا. هو قفل الاثنين عشان هو خلاص. معانا تليفون تاني. الو. الو هاي. مين؟ ابو شادن. ولا ازيك يا ابو شادن؟ ساره هو عايز ايوه يا ابو شادن معاك. انا ما كملت كلامي، انا عندي لك سؤال. اتفضل. طيب السوبر ستار مصطفى عمر معاك. اتفضل. استاذ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ يعطيك الف عافيه. الله يخليك يا رب. ايه سؤالك يا ابو شادن؟ السؤال، طب بس قبل ما تسال حضرتك، السؤال ده اجباري ولا اختياري؟ ايوه عشان ابقى عارف. ايه اجباري ولا اختياري السؤال عشان ابقى عارف؟ لا اختياري. طب الحمد لله. انت حبيبي. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. ولو تعجبني ولو دي. انا كده ابتسامه بس. طبعا. بدي اسالك بس انت، انا وجهه نظري بشوفك اكثر من رائع في الغناء. ربنا يخليك يا رب. تسلم والله. اتجهت الى اللي هو التمثيل. السينما. نعم اتجهت التمثيل. مش عارف، احس ان مش عايزنا مثل. نعم خلوا من وقت. خليك صريح. صار فيه. ايوه
اتفضل يا ابو شادي. بتتكلم في 9 افلام يا ابو شادي، يعني مدار 9 سنين ولا اكتر كمان. لا طبعا هو انا قصدي لا ابارك له عليها طبعا. هي طبعا هو بيحب يعني هو حبيبني في الغنى يعني طبعا ده موضوع طبعا. ويمكن الصوت انا ما اسمع، يعني يا ريت تاكلوا من المايك شويه. انا بقول لك انا عايز اقول لك على حاجه. انا اصلا قبل ما اكون ممثل انا مطرب وموسيقي، يعني بحب يعني المزيكا حياتي كلها. فانا ما بالعكس، انت لما تحبني كمطرب بالعكس انا في منتهى السعاده يعني. ده موضوع ما يضايقنيش بالعكس. لا اللي انا بقوله يعني لو كنت في نفس الغنى في الغنى تحس الان في فرق، تحس في فرق ولا نفس الوضع؟ يعني لو كنت احساسي انا يعني انا بص انا هقول لك على حاجه. هو هذا السؤال يعني. يعني ممكن تكون قوة المعدل ارفع شوي افضل من انك طبعا دخلت مجال التمثيل، فهذا ياخذ الوقت ويشغل التفكير، يشغل حاجات كثيره يعني عن اختيار الكلمه مهما كان، حتى لو كنت حريص هيشغلك. هذا موضوع. ايوه بس احنا كنا لسه بنتكلم على تجارب قديمه كتجارب الفنان. يعطيكم الف عافيه. الله يخليك. متشكرين. ميرسي اتصالك يا ابو شادي ومتابعنا دايما. بص يا ابو شادي، طبعا انت اكيد سامعني بقى دلوقتي. موضوع التمثيل هو مكمل للغنى، وخلي بالك الحمد لله ان انا يعني حققت جماهيريه وعلى مستوى التمثيل كمان اضافت للغنى عندي، فعشان كده انا بكمل. بس ممكن فعلا بيجي في بعض الاوقات ده اللي انت بتتكلم فيه، ان انا فيلم يستهويني جدا فيجي على حساب ان انا اخر الالبوم بتاعه. ده حصل لي السنه اللي هو الالبوم اللي قبل اللي فات. فده بس ان شاء الله مش هيتكرر تاني يعني انا تأخير. مهتم تأخير لا بالاغنيه اولا وبعد كده التمثيل ان شاء الله. طب معانا تليفون تاني من محمد. الو ايوه محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. معاك سوبر ستار مصطفى قمر. ازيك يا عمر؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. محمد فرج من اسكندريه. الله، ده اسكندرانيه كتير النهارده ما شاء الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. نفسي اروح اسكندريه بقالي فتره ما سافرتش. والله اسكندريه حر ولا كويس؟ انت عارف اي وقت. قول لي اسكندريه حر النهارده ولا ايه؟ حر قوي الصراحه. ده عارف بس مش هتبقى زي عندنا هنا. ده طبعا في القاهره اكتر. محمد الحمد لله. محمد عندك اي سؤال لنجمنا؟ مستنين من حضرتك الالبوم بقى والفيلم كده ان شاء الله. حاضر. وبطلب من حضرتك طلب. اتفضل يا عم. ممكن رقم حضرتك؟ حاضر. في الكنترول انا سايب ارجع للكنترول يا محمد وهو السايت والايميل الرقم والتليفون وكل حاجه. ميرسي اتصالك يا محمد قوي. نروح دلوقتي مع فاصل اصحاب ولا بزنس من فيلم اغنيه اصحاب ولا بزنس من فيلم اصحاب ولا بزنس سوبر ستار مصطفى قمر. بجد بحب رحاب اف ام مصطفى قمر. ويا نهار ابيض كان سالني وانا قلبي غمض عن عيني، ده بجد اجمد من اللي كان في خيالي. ولسه مكملين معاكم مع السوبر ستار كينج اوف ارب بوب مصطفى قمر. اخبار اياد وتيام ايه؟ الحمد لله زي الفل. يا رب دايما يا رب. يعني برضو الاسامي برضو مين اللي اختار الاسامي؟ انا ومامتهم، انا وغاده اختار. يعني ايه بقى اياد وتيام؟ اياد يعني معروف طبعا اسمي اياد اصل اياد يعني دعامه سند. تيام على وزن فعال. تيام جايه من متيم صيغه مبالغه يعني من حبيبي يعني هو يعني مقطع كده يعني عايز اقول لك يعني. طيب خليني نرجع. انت حابب ان هم يكملوا زي ما طلعوا معاك في فيلم قلبي جريء؟ حابب ان هم يعني ان هم يخشوا المجال ويمشوا فيه وكده، ولا انت خايف عليهم ان هم يواجهوا الصعوبات اللي ممكن يقابلها اي فنان في حياته؟ لا هو الموضوع اصل الفن ما فيهوش وساطه يعني. هو يد بيلعب جيتار دلوقتي. لا بوبي بقى بيلعب جيتار. لا بس هو اشطر مني كمان بكتير. بيلعب جيتار وبيغني شويه حاجات كده بالانجلش وبتاع، فانا سايبه وصل لمرحله كويسه يعني في الجيتار وما عندوش مشاكل يعني. يد يعني موضوع التمثيل ده اخده يعني على لا
لا اخده على جنب يعني، ممكن ممكن لا، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، مش حاسس ان هو اخد موقف يعني. تيام بقى انا حاسس ان حط تمثيل نمبر 1 بالنسبه له صغير تيام، وبيلعب درامز، هو الدرامز اخد مرتبه تانية عنده يعني، مش بيلعب درامز، فحاسس ان في نوازع فنيه يعني، بس انا سايبهم ما بقولهمش حاجه خالص. لكن انت مش ده ضد اتجاه كمان. لكن ده غنى. لكن مصطفى عمر مش ضد ان تيام. لا خالص خالص يعني، انا اياد بيعمل حفلاته في المدرسه بروح اتفرج عليه مع فرقه روك بتاع، تيام بيروح في المدرسه بيعمل مسرحيات بالانجلش وبيمثل كوميدي وبتاع، بيبهدل الدنيا. ربنا يخليهم لك. طيب مصطفى، انا دلوقتي حابه ابعد عن جو الاسئله وهلعبك لعبه، هقول لك اسامي اغانيك وانت تقول لي توجهها لمين. لو قلت لك هو انت تتنسي، هو انت تتنسي توجهها اقولها هي صيغه تعجب يعني، ما يتنسيش خالص يعني، دي اقولها لامي الله يرحمها. الله يرحمها. المره دي لا. المره دي لا. دي كلمة صعبة فيها موقف. المرة دي لا، ممكن اقولها في المجاملة في شغلي، ان انا مش هجامل التاني، مش هجامل التاني في اي حاجة في شغلي. تمام. انا برضو اللي فين. انا برضو اللي فين ده انت اللي ما بتسألش يعني، انا بسأل على واحد يعني ما بتسألش عليا. ده هزار مش جد. اقولها الحميد عشان قاعد بره. يا كابو. ده كابو ده حبيبي طبعا. يا خاين. يا خاين دي صعبة قوي، تقيلة قوي. تقيلة قوي. لا دي احتفظ بيها لنفسي. طب عمرك اتخنت يا مصطفى من صديق او من قريب او بعيد يعني؟ طبعا. طب ايه، حابب تحكي لنا الموقف؟ لا. ميرسي جدا، ميرسي للاحراج، ميرسي جدا، مفيش داعي. ما هو ده مرتبط بالموقف اللي قبليه. مفيش داعي قولها لي انا بقى. طيب احنا معانا اتصال تليفوني، نقول الو. عليكم السلام. الحمد لله. هو انا ساره عامله ايه؟ النجم مصطفى عمر معاكي. الو. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. ربنا يخليك. فين انتوا منين؟ اهلا وسهلا، سلمي عليها. عندك اي سؤال سوبر ستار مصطفى عمر؟ اي سؤال؟ عايزه اقول له يعني كنت محرجه، عايزه اقول له الاغاني اللي جايه يكون كوميدي شويه وزي كده، اغاني كلها ناجحه وحلوه خالص وممتازه، عايزاها كوميدي اكشن حلوه، اقصد المسلسلات. ميرسي اتصالك قوي. انا بوعدك قريب كمان احنا هنجهز حاجات كده انا وحميد، هنعمل اغاني في الالبوم الجديد ان شاء الله، هيكون دمها خفيف وحاجات هتعجبكم ان شاء الله. ميرسي اتصالك قوي. طيب مصطفى، مش هتغني لنا حاجه؟ كان ندى كانت طالبه مني غنوه. تقول لي على اي اساس؟ نسمع بقى على اي اساس. راح بتقول للناس إن إحنا مفيش إحساس كان بينا زمان، أمال كان إيه اتكلم ساكت ليه؟ ده اللي انت سنين ده دلوقتي هو خلاص اللي انت قلته عليا وصل، وخلاص ارتاح وكفاية عندي قوي حصل. ما خلاص اللي انت قلته عليا وصلني، وخلاص ارتاح وكفاية عندي قوي على أي أساس رايح بتقول للناس إن إحنا مفيش إحساس كان
بينا زمان. بجد الله يعني مفيش كلام يتقال بجد. هعيط هعيط. فعلا. لا يا أساس. في اس ام اس لسه جاي لك مصطفى حالا. رانيا الجندي كاتبه مصطفى انت مطربي المفضل، عايزه اسمع اغنيه لايف قديمه من بداياتك ما غنيتهاش للجمهور قبل كده، ربنا يوفقك في حياتك بحبك موت رانيا الجندي. وفي كل اهالي متغمر بعشقك يا قمر، محمد عيسى رابطه متغمر حب القمر. يعني ناس كتيره يعني هو الاسم ناس كتيره بس احنا عشان الوقت مش هيساعد فخلينا نكمل اسئلتنا. تمام. طبعا مدام غاده هي شريكه حياه الفنان مصطفى قمر. طبعا تحيه طبعا كبيره. طبعا احلى تحيه ليها طبعا. يا رب. قصه حب طبعا من ايام الجامعه. طبعا. دايما في يعني ايه المقوله دايما بتقولها لك او النصيحه كمصطفى قمر الفنان والانسان في نفس الوقت، يعني حاجه دايما انت دايما هي بتقولها لك ولازم تسمعها منها. غير طبعا غير الدعوة الجميلة اللي باخدها منها دايما، يعني ربنا يعني يوفقني ودايما بتفضل ورايا ان انا لما ابدا حاجة لازم تكملها، ما تبداش في الحاجة التانية غير لما تخلص الحاجة الاولانية اللي انت بتعملها، لان انا ممكن صاحب بالين بالظبط اشتغل في حاجتين مع بعض، 3 حاجات مع بعض، فهي دايما تقول لي لا وقف خلص دي وبعدين اعمل دي، يعني دايما دي نصيحتها دايما، يعني دي النصيحه بتاعتها. ربنا يخليكم لبعض دايما يا رب.